قبل الفاصل قلت لحضراتكم أزمة شيكابالا مع نادي الزمالك، ما كانش لسه طلع حاجة، وقلت لحضراتكم كمان أتمنى التزام الصمت في هذه المرحلة، لأن معلوماتي إن في حالة بيسعوا إليها للتهدئة داخل جدران نادي الزمالك. لكن شيكابالا قال سنتحدث فيما بعد، وقد تحدث شيكابالا في بيان أعتقد أنه سيشعل الأمور داخل نادي الزمالك. ماذا قال شيكابالا؟ شيكابالا ركزوا معانا بقى كده في اللي جاي، يلا واحدة واحدة أقول لحضراتكم قال إيه. قال جماهير نادي الزمالك العظيمة، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، تمهيد كويس، ولكن أتحدث باعتباري واحدا ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم، ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك، ولذلك كان يجب الرد على بعض النقاط، وهذا ليس كل شيء. استنى يا بابلي، استنى يا بابلي، ارجع لي خدوا معايا الفترة الأخيرة دي. وهذا ليس كل شيء، ده معناها بداية القصة من النهاردة، البداية يعني بيان خدوه رقم 1، يعني ممكن تحطوا لي كده ما بين قوسين فوق بيان شيكابالا رقم 1، لأن السطر الأخير وهذا ليس كل شيء معناه أن هناك أمور أخرى ستعلن خلال الفترة القادمة إذا لم يتدخل العقلاء لوقف ما يحدث داخل نادي الزمالك. ماذا قال؟ تعال بقى نشوف البداية. البداية صعبة، البداية صعبة. شيكابالا بيقول رئيس النادي السابق، تمام؟ قلت لكم البداية صعبة، القصة هتبدأ من هنا، القصة هتبدأ من هنا. رئيس النادي السابق يسألني لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك، وأنا هنا لن أذيع سرا، فأنا قبل أن أكون قائدا للنادي فأنا زملكاوي قلبا وقالبا، محدش يقدر ينكرها، وأنا قلتها إن ده واحد معجون بحب لنادي الزمالك، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسؤولي النادي السابقين والحاليين. تمام. وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف، أنا فكرتها السادة الأشراف، والله أنا فكرتها كده، بس السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي، وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظا على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى. إذن شيكابالا يعلن أنه تدخل لرفع الحجز، إذن تدخل معروف مع السيد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق. والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة. وده اللي أنا قلته في بيان محامي السيد ممدوح عباس بالأمس، وإن هو تم رفع الحجز، وإن كانت إدارة نادي الزمالك والمستشار مرتضى يعني يقول غير ذلك. بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة اللي هي دلوقتي قيد الزمالك موقوف، يبقى أول حاجة قبل قضية سبورتنج لشبونة شيكابالا قال أنا تدخلت لرفع الحجز وتحدثت مع أصحاب هذا الشأن، وهو بكل تأكيد الأستاذ ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق. بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة نشوف قصتها إيه. قال شيكابالا أن النادي تعاقد معي من صفوف سبورتنج لشبونة عام 2016 اللي هو نادي الزمالك مقابل 650,000 دولار، يعني نادي سبورتنج لشبونة هياخد من الزمالك، ركزوا، 650,000 دولار. بالفعل تم سداد مبلغ 140,000 دولار، الزمالك ادى من 650 لسبورتنج لشبونة 140,000 دولار، اتبقى كام؟ 510. تمام، 510,000 دولار كان يجب تسديدهم في موعدهم طبقا للتعاقد، يعني جدولة 510 طبقا للتعاقد. وللعلم دي اللي جايه دي تقيله، برضه تقيله،
وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقات المالية لدى النادي. يعني الفلوس الخاصة بسبورتنج لشبونة اللي هو 510,000 دولار كان بيتم خصمها من فلوس شيكابالا لنادي الزمالك، وعلى حد قوله هو في بيانه أنها لم تكن تورد إلى نادي سبورتنج لشبونة. ولكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير. ليه بقى؟ لأنه في ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ اللي هو 510,000 دولار في موعده بحسب سعر الدولار في ذلك الوقت كان ب7 جنيه. في 2016 الدولار كان ب7 جنيه و83 قرش، يعني ما يعادل 3,900,000 جنيه مصري. لو الفلوس شيكابالا المتبقية بعد دفع 160,000 دولار 510,000 دولار لو كانت سدده في الوقت ده من سنة 2016 في المواعيد كان الدولار ب7 جنيه و83 قرش، يعني كان يعادل بالمصري 3,900,000 جنيه. لكن دلوقتي بقى المطلوب كام بعد التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار؟ بقى كام دلوقتي؟ 46 مليون جنيه، يعني ما يوازي 42 مليون و100 ألف فرق. 42 مليون و100 ألف فرق بسبب التأخير في دفع غرامة سبورتنج لشبونة زي ما بيعلن شيكابالا في بيان. قال وللعلم وقفت كحائط صد في كثير من الأمور، كحائط صد للكثير في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها. أنا هنا أقول لا ستوب، ده دورك يا شيكا، أنت كابتن للفريق، كابتن فريق نادي الزمالك وابن مخلص لنادي الزمالك، ده كان دورك لازم تقوم بيه. كنت أسعى دائما لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تماما طوال الموسم الماضي. وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال. إيه ده جملة اعتراضية، جملة اعتراضية ردا على ما قيل في حق شيكابالا من وجهة نظر رئيس نادي الزمالك. أليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال، لأنني اخترت اللعب في الزمالك وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك. نحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم، ولكن هناك ظروف أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها. الله، ده اللي قاله شيكا بعد مباراة الاتحاد المنستيري لما قال الأمور مش مادية فقط، أنا عاوز أعرف إيه هي الظروف الأخرى اللي ممكن اللاعب يمر فيها. يعني اللاعب دايما علاقته بناديه علاقة تعاقدية، واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم، ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل. ركزوا بقى، مش انا قلت لكم دي بدايه الحدوته، دي مش النهايه والله. يعني دايما اقول لك في الافلام ذا اند، ولكن اقولها لكم ما بين قوسين، الاند يورث مش عارف ايه، ده هنلاقيه الفتره اللي جايه. هذا ردا على كل ما اثاره رئيس النادي السابق بخصوصي. المشاكل والله هتبدا من هنا. اما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح، وللحديث بقيه.